السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشوف مع بعض ازاي نغير بلي مروحة صيني. نعرف ازاي ان مروحة عايزة بلي. اذا كده مروحة قفشة زي كده، زي ما احنا شايفين كده مروحة قفشة خالص، البلي قافش اهو. واذا كان مروحة بتعمل صوت صفارة يبقى المروحة دي عايزة تغير لها بلي. طيب اول حاجة هنعمل ايه؟ نفك مسامير التثبيت دي. شيل الورد دي. نجيب مفك عادة. طبعا كل مروحة لها لها طريقة في الفك بتاعتها. في مروح صيني في هنا 3 فتحات للزرجينة، الواحد بيقرص بالزرجينة عليها والبنز بيطقر هنا وبتربط الزرجينة تفك معاك. هنا بنفكها بالمفك. نفتح كده، نفك عادة من الناحية التانية، نفتح كده. طلع معانا مروحة خالص اهي، طلع معانا جزء من البودي. نطلع قبل الحديد ده، نفك بقى ده عشان نجيب البلية اللي تحت. هنعمل ايه؟ في كذا طريقة برضو. نعمل طريقة من الطرق ان هنعمل حاجة كده ونعمل قرصة كده على الجسم. طبعا انا بخلي بالي جدا من الملفات دي عشان اي حاجة تدسها في الملف المروحة مش هتشتغل خالص. كده فكت البليتين. كده ابتدي افك البلي. احط العمود كده، وعندي مسمار يكون راسم جوه زي كده، حطني كده عشان زي كده تعمل قرص عليه. ابتدي اجيب الزيجينة بتاعتي. طبعا اخلي بالي جدا من الملفات عشان ما تبص. هبتدي اربط الزرجينة عشان تفك معايا البلية. كده طبعا البلية فكت معايا اهي. كده طلعت اول بلية، وطلع البلية التانية نفس الطريقة برضو. ابتدي اربط برضو كده عشان اخرج البلية. طبعا خرجت معايا البلية برضو اهي عشان الزرجينة كده. البلية التانية خرجت معايا كده. طيب احنا بعد ما شلنا البلي القديم بقى، شلنا البلي القديم هنجيب بلي جديد. نركبه ازاي؟ هنمسك البلية بالطريقة دي ونحطها هنا كده، وفي أداة هنعملها هنا ماسورة نص بوصة نحطها كده طبعا بالشاكوش وهدوق على كده. بس طبعا هنا خشب، ما ينفعش ادوق على الخشب عشان ما يصدعش معايا الملفات. على حاجة صلبة وادوق عليها.
لازم البليه تركب معايا لحد التيله، في هنا تيله هنا، البليه تنام على التيله دي. نركب الناحيه التانيه نفس الطريقه برضو، اجيب البليه تحت الجديده واركبها كده. طيب انا كده ركبت البليتين. هعمل مراجعه كده على الملفات، مراجعه سريعه قبل ما اقفل المروحه. اجي الهوموتر على الأم طبعا. هبتدي اقيس بالافو كده. المفروض الاحمر، الطرف الاحمر ده هو بدايه الملفين، يعني بنبدا من هنا مثلا كده ونمشي كده وننتهي هنا، ده بدايه الملفين. وعندي ده طرف ملف، ده نهايه ملف وده نهايه ملف. هبتدي اقيس اللي هو المجمع بتاع الملفين، هقيس كده. ادى معايا قياس اهو. قياس الطرف الثاني ما اداش معايا قياس، يبقى كده عندي ايه؟ كده عندي في ملف من الملفين دول قاطع. هعرف ازاي؟ الملف الاسود ده بتاع اللي بره اللي هو 220، والملف اللي جوه بتاع المكثف هو اللون الاصفر ده. دايما بيبقى في معظم المراوح بيبقى اللون الاصفر او اللون الابيض هو طرف المكثف، واللون الاحمر او الاسود بيبقى مشترك. طيب هبتدي اشوف، بص على الملف بصه كده سريعه كده من بره. قلنا الملف اللي جوه هو اللي فيه حاجه قطعه. طبعا لقينا بسرعه العيد العطل بسرعه اهو. في هنا حاجه فاصله اهي اهي. طيب في الحاله دي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد كوبري من الملف ده للملف ده، اوصلهم ببعض كده كوبري، يبقى انا لغيت ايه؟ لغيت الربع ده. دي طبعا ده عباره عن ارباع، ممكن اخد كوبري من الربع ده للربع ده، يبقى انا لغيت الربع ده خالص. لكن انا ممكن احاول محاوله بدل ما الغي الربع ده خالص، ممكن احاول الحم دول ببعض بالكوي بالازير. لو جاب معايا الملف قاس معايا خلاص، مفيش اي مشاكل. مقاس معايا يبقى انا هضطر ان اخد كوبري من هنا لهنا. نجرب كده نلحم بالكوي كده. طبعا انا لو قفلت ربع من دول ولا حاجه ما يجراش اي مشاكل، ممكن اعمل كوبري والغي ربع ما يجراش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل خالص في الملف اللي جوه بالذات. لكن الملف اللي بره لو لغيت ربع ولا حاجه ممكن ياثر شويه على الملف كله، يخلي الملف يسخن وهو مروحه عمرها يقصر، ما تجيبش نفس العمر اللي هو الملف فيه كامل. كده الحمد سكين منفصلين. نجرب نقيس كده. كده مديني قياس اهو، الملفين مديني قياس. كده الملفات عندي تمام. بعد ما ركبنا البلي وقسنا الملف اللي هنا مظبوط وشغال، نقفل المروحه بقى. طبعا انا بحاول قدر الامكان ان انا ما ادقش عشان ما اصدعش الملفات دي. كيف الوش اللي فوق. اضغط كده. طبعا هنا دلوقتي عندي فيه صوت، بعمل ايه؟ بفك تاني القلب ده، بديله حركه يمين او حركه شمال لحد ما الاقي. ابتدي اربط السمر بتاعتي. طبعا ايه،
وانا بهرج كده شوية. كده اجرب كده. نبتدي نوصل. هنا عندي كابل كهرباء، هنا عندي مكثف. كابل الكهرباء طرف من الكهرباء مع الطرف الاحمر ده كده، اللي هو بداية ملف الكهرباء. الطرف الاسود ده هنا نهاية ملف الكهرباء، وده طرف المكثف. نجرب كده. المروحة اشتغلت معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.